تفضل. طيب القضية الأولى قضية، وهذه يعني هذا الموضوع احنا لم نأتي به من فراغ، احنا تتبعنا ما يكتب في مواقع الإنترنت وساحات الدردشة والفيسبوك. السلام الجمهوري يعني ده رئيس الناس بيقول لك طيب انتوا الآن انت عارف في المدرسة العلمية يقولون أن القيام للعلم بخشوع والقيام للسلام الملكي أو الجمهوري أو أيا كان موسيقى والقيام لها بخشوع يستدلون بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال قتادة قانتين أي خاشعين، فلا يجوز القيام بخشوع إلا لله عز وجل في الصلاة. فالسلام الجمهوري أول حاجة رؤيتك لهذا الأمر. يعني لو كان الأمر راجعا إلى شخصي أنا كنت أقول لك أنا لا أحب أن أدخل في شيء الفقهاء فيه لهم رأيان، كويس كده. إنما أنا أتكلم الآن عن بلد يا شيخ وجدي عاشت عشرات السنين مبعدة عن دينها، فعندما تريد أن تردها لابد أن تكون هذا الحنون الرفيق الهادئ المتزن الذي يعرف طاقات الناس. وبالتالي ما دام الأمر فيه رأيان فإن علماء الأصول يقولون إن الفتوى ولو على الرأي الضعيف جائزة. ولذلك أنا في مسألة السلام الجمهوري هيفضل زي ما هو، لأنه عادات الناس ولأنهم اعتادوه وعرفوه وتعودوا عليه. ولو حملتهم عليه على أنه هو البداية تبقى ما فيش عقل، مش عاقل، أنت مش فاهم أصناف الناس. وبالتالي أنت مش بتنتخب الرئيس الآن مدة حياته، تنتخبه 4 سنوات. فالأربع سنوات دول السلام الجمهوري مستمر والعلم وما فيش أي إشكالية. بل إن الراية في ديننا استشهد في سبيلها جعفر بن أبي طالب، اتضرب دراع بدراع وقتل. ويعني فالمسألة العلم له قدسية عند المسلمين لا لذاته كقطعة قماش، ولكن لأنه رمز على وطن وشرف وبلد وعقيدة وجيش وكده. فبالتالي لا، هذا سيستمر على الأقل رعاية لطاقات الناس، وإلا الإنسان يعني يبقى خلاص فقد عقله. وهناك قول قوي حقيقة أنا يعجبني أن القيام بخشوع يكون في الصلاة، لكن في السلام الملكي أو الجمهوري أو رمى العلم ليس قياما بخشوع بل هو قيام بعزة وأنفة. لو وقف بها العبد بين يدي ربه في الصلاة لقد تبطل صلاته. هو يعني فيه عزة، ما هو كمان ما فيش الحقيقة ما يلزم بالقيام بخشوع. ده للعسكريين، يعني الضابط والعسكري هو المكلف، إنما المدني ليس هناك أي شيء في القانون يعني يلزمه بطريقة قيام محددة، وإنما أن يقف وأن يستمع إلى السلام الجمهوري وإنا لله وإنا إليه راجعون وكده. تمام، جزاكم الله خير.